الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان ليه صديق رجل أعمال، وفي ليلة كانوا مسافرين سوا وهم في الطريق. الشيخ الشعراوي شاف شاب عنده متلازمة داون، الناس اللي بيبقوا عندهم ضعف القدرة الذهنية وبيكونوا شبه بعض في الشكل. المهم الشيخ الشعراوي نزل من عربيته وقعد على الأرض مع الشاب ده وفضل يهزر ويلعب معاه. أهل البلد عرفوا إن الشيخ الشعراوي في البلد، جريوا كلهم عليه، وأبو الشاب وأمه راحوا هم كمان عشان يشوفوا الشيخ الشعراوي. وبعدين الشيخ الشعراوي سلم عليهم وادى للشاب المريض ده مبلغ من المال، ورفع ايده للسماء وقال: اللهم ارزق اهل هذا الشاب معرفة سر بلاء ابنهم. فصديق الشيخ الشعراوي استغرب من الدعاء ده وما نامش طول الليل يوميها. هو في سر ورا البلاء اللي بيحصل لنا؟ المهم صديق الشيخ الشعراوي قام من الليل في عز البرد وركب عربيته وراح لبيت الشاب ده، وسأل ابوه قال له: كان نفسك ابنك يطلع ايه؟ قال له: كان نفسي ابني يكون سليم ويشتغل ويجيب لنا 100 جنيه في الشهر تساعدنا في البيت. ووقتها ام الشاب ده كانت سامعه صوت بره وطلعت هي كمان، فسألها: كان نفسك ابنك يطلع ايه؟ قالت له: كان نفسي ابني يكون سليم ويشتغل ويجيب لنا 50 جنيه في الشهر يساعدنا بيهم. فضحك صاحب الشيخ الشعراوي وقال لهم: ولا تزعلوا، اعتبروا ابنكم موظف في شركة من شركاتي وهياخد كل شهر 1000 جنيه، عشان تعرفوا ان بلاءه ومرضه خير ليكوا، لانه لو سليم ما كانش هيجيب لكم غير 100 جنيه بس. فأهل الشاب فرحوا وحمدوا ربنا، وعرفوا إن ربنا لما بياخد شيء بيدي قدامه أشياء تانية. وكان مرتب الشاب المريض ده سبب في تعليم بقية إخواته وإن أبوه وأمه يبقوا أغنياء وسط الناس لحد وفاته. ربنا ليه حكمة في كل شيء، بيبتلي ده بالفقر لأنه عارف لو اختنى هيفجر ويصرف فلوسه دي في الحرام. بيحرمك من ابن لأن بموته بيبني لك بيت في الجنة. بيخليك تفشل في شيء معين عشان تنجح في أشياء تانية. بتفقد حبيب عشان تكسب حبايب. ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. مهما الدنيا أثرت معاك والوضع بقى بايخ، اتأكد إنها هتروق وتتعدل. وعلى رأي أنيس منصور: مفيش شيء بيجعل الإنسان عظيم غير ألم عظيم. وعلى رأي الشيخ الشعراوي: يمكن ربنا خاب منك اللي انت عايزه عشان يديك اللي انت محتاجه. سلم أمورك لربنا واعرف إن كل اللي بيجيبه ربنا هو الخير ليك.